السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بأتم صحة واحسن حال. جايلكم النهارده فيديو جديد، فيديو مشوق. تابعوا معايا اخر الفيديو عشان تعرف انا عملت ايه. يا ريت لو انت ما انتش مشتركه معايا في القناه يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. حط لي اللايك والكومنت القمر بتاعك وتنوريني طبعا وتبقي اخت من اخواتي. بحبكم جدا يا احلى اخوات في الدنيا كلها. يا صباح الجمال او مساء النور على حسب ما انتوا بتشوفوني يا حبايب قلبي. النهارده بقى جايه لكم فيديو جديد كله طاقه كده ايجابيه وتحفيز ونشاط كده، وهنقوم نخلص بقى اللي ورانا. كفايانا بقى تعب وكفايانا كسل، لان انا الفتره اللي فاتت انتوا عارفين ان انا كنت تعبانه، والحمد لله الفتره دي عدت على خير الحمد لله. و انا بقيت احسن من الاول، اللهم لك الحمد. وبرضه يونس ربنا يبارك لي فيه هو واخويا، رب نسى الرضاعة تماما والحمد لله. انا قلت بقى اتنشط كده واتشجع وافوق كده واشرب فنجان القهوة بتاعي، عشان انتوا شايفين الأوضة عندي حرفيا متدمرة، يعني كركبة وهرجلة مفيش بعد كده، والهدوم كمان، والأوضة كانت كلها متطربة وكان كمية تراب كتيرة جدا، لان انتوا عارفين ان الأوضة بتاعتي على البلكونة، فالبلكونة بقى بفتح علشان اهوي الأوضة وفي تغيير وتجديد يخش كده البيت علشان النفس وكده. فكل التراب بقى بيدخل كده عندي على الأوضة. فبدأت بقى ان انا ألمع كده الخشب عشان بقى اظبط الدنيا، واجيب بقى الملاية بتاعتي وافرش كده السرير بتاعي عشان اخلي الشكل العام بتاع الأوضة كويس عن الأول. بدأت كده ان انا اجيب ملاية السرير واظبط كده الدنيا معايا علشان اخلي بقى الشكل العام بتاع الأوضة احسن من الاول. وانا قلت كده مبدأ بالسرير، لان السرير اهم حاجة لما بيتظبط كده وبخلصه بحس ان الأوضة معايا بتخلص واحدة واحدة. فانا قلت كده اما اخلص كده الدنيا واظبط بقى السرير معايا، وهجيب دلوقتي الدفاية عشان افردها كده على السرير واظبط بقى الشكل بتاع السرير معايا. بجد انا بحب ان انا اتكلم معاكم، وبفرح جدا لما بفتح الكاميرا واشارك معاكم اي فيديو او اي روتين انا بنزله. وحابه ان انا اشكركم جدا على كميه الكلام والدعم اللي انتوا بتدعمولي، وبشكر اي حد دخل جديد عندي. كلكم اخوات ليا وكلكم على راسي، وانا بحبكم جدا جدا جدا. ربنا يديم المحبه باذن الله، وان شاء الله القناه مش هتكبر غير بيكم باذن الله وبدعمكم ليا. والكلام الجميل اللي انتوا بتقولوه لي والتحفيز ان انا اقوم واكمل واخلص اللي ورايا، وان انا برضو بتساعدوني ان انا اشجعك، وبرضو كلامكم بيشجعني وان انا بخلص امور بيتي. ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا. زي ما انتوا شايفين كده جبت كده المخدات وظبطت كده الدنيا معايا، وجبت بقى البطانية ديت كنت فردها كده على البلكونة علشان كده تتشمس كده وتتهوى. وبدأت بقى ان انا افردها كده على السرير كويس. وزي ما انتوا شايفين كده جبل الهدوم اللي موجود دوت، لان انا كنت يعني بغسل في الغسالة وبطلع انشرهم كده على الحبل وبشيلهم كده بحطهم على السرير زي ما انتوا شايفين، او بحطهم في الباسكت زي ما تابعتوا معايا قبل كده. بس الحمد لله ان شاء الله الفيديوهات الفترة الجاية هتبقى كده فيديوهات تشجيعية وتحفيز ليكم وليا انا كمان، لان انا ده اول حاجة، ده شغلي. وكمان انا بفرح لما بخلص معاكم كده اي حاجة، بفتح الكاميرا وبنتكلم كده مع بعض، وبستغل الوقت ان الولاد نايمين فيه علشان كده ناخد راحتنا في الكلام. وانا عامة لما الولاد بيكونوا صاحيين معايا مش بعرف اعمل اي حاجة منهم، بتلبخ جدا وبقعد بقى يعني باخد حذري كويس جدا، لان الاتنين في سن بعض، والاتنين الفترة ديت يعني بينحوا في بعض جامد، ونقر ونقير هما الاتنين. ربنا يبارك لي فيهم ويبارك لكم في ولادكم حبايبكم يا رب. زي ما انتم شايفين كده انا مسرعه من وقت التطبيقات، لان انا مش بحب ان الفيديو بتاعي يكون كله عباره عن تطبيق. بس انتوا عارفين ان انا بتنشط كده وبتشجع، وبحب ان انا اشارك معاكم اي حاجه انا بعملها واي حاجه انا بنزلها. بتمنى ان هي تنول اعجابكم، وبفرح جدا من كومنتاتكم الجميله اللي بتشجعني كده وبتنشطني وبتخليني كده اقوم اكمل واشوف ايه اللي ورايا. وبحب كده ان انا ارص حاجة الولاد، كل حاجة كده مع بعضها، يعني هدوم يونس كده مع بعض وهدوم يوسف، عشان لما احطهم كده في الدولاب اكون اعرف انا بعمل ايه.
وبدات كده ان انا اشيل بقى الفرشه بتاعه السرير ديت، لان بقى لها فتره كبيره يعني محطوطه بقى لها 4 ايام. فانا قلت كده اما اشيل كده الفرشه والحاجات دي علشان بقى احطها في الغساله واغسلها. وجبت كده دفايه من بتاعه سرير الاطفال، بس طبعا انا مش جايباها على مقاس السرير دوت، انا جايباها على مقاس سرير اطفال صغير مقاس 120. وانتوا عارفين ان انا مش معايا اي فرشه للسرير الصغير الخشب دوت. فانا يعني الجيش قالك اتصرف، بتصرف كده وبطني الملايه او الدفايه معايا يعني تطبيقتين وبيجوا على مقاس السرير. والحمد لله اي حاجه بتقضي الغرض لغايه ما ربنا يكرم باذن الله واجيب كده اوضه اطفال، لان انتوا عارفين ان انا ما عنديش اوضه اطفال وان انا كمان قاعده في بيت والدتي. ربنا يرحمها يا رب باذن الله ويجعل كل تعب هي تعبته في ميزان حسناتها. زي ما انتوا شايفين كده انا بدأت ان انا اشيل كده التسريحة بتاعتي، وكمان هبدأ ان انا اشيل المفارش كده عشان حسيتها كده اتطربت وبقالها فترة كبيرة جدا موجودة كده في مكانها. فانا قلت بقى اشيلها كده واغسلها في الغسالة وابدأ بقى ان انا المع الدنيا معايا، علشان الدنيا ما كانتش معايا احسن حاجة زي ما انتوا شفتوا في الاول الكركبة والبهدلة. فانا بدأت بقى ان انا امسح المراية بتاعتي كويس جدا علشان بقى اخلص بقى اللي ورايا واشوف بقى انا ورايا ايه تاني، ونبدأ بقى ان احنا نجزأ كده الأوضة جزء جزء زي ما انتوا شايفين كده. بدأت ان انا ألمع الخشب بتاعي وهرجع بقى الحاجة بتاعتي، بس الاول همسحها الاول عشان بقى احط كل حاجة كده تبقى على نظافة ويبقى في روقان كده وانتعاش. زي ما انتوا شايفين كده هبدأ بقى ان انا ارجع الحاجة بتاعتي زي ما كانت واظبط بقى التسريحة علشان بقى ايه احنا شلنا بقى المفارش وهنبدأ بقى ان احنا نغسلها. وقلت بقى اسيبها كده على الخشب لان انا بقالي فترة كبيرة جدا ما شفتهاش كده على الخشب خالص، لان انا على طول حتى المفارش وبشيل كده المفارش وبغسلها كده ويا دوبك بسيبها تنشف وبقوم مرجعها تاني، لان بحس ان المفارش بتدي شكل كده للأوضة. بس لما شلت كده المفارش منها وبدأت بقى ان انا ألمعها كده وترجع معايا زي الفل زي ما انتوا شايفين كده اللهم بارك، حسيت شكلها كده احسن من الاول. فقلت كده اخلص بقى اللي ورايا واشيل بقى الحاجات من اماكنها كده وامسح من تحتيها علشان كل حاجة بقى اديها حقها في النظافة ويبقى اليوم بتاعنا النهاردة كله انتعاش وروقان وترتيب وتنظيف زي ما الكتاب قال. وانا تابعت معاكم اليوم من اوله، هتتابعوا معايا اليوم من اخره برضو لان خلاص الليل كان ليل عليا. وبدأت بقى ان انا ايه امسح كده الكومود معايا لان انا خلاص بقى خلصت بقى الجزئية بالخشب وكله. هنبدأ بقى ان انا ارجع بقى كل حاجة في اماكنها. وعلى فكرة انا عايزة اقول لكم ان انا يعني مش الحوار ده كله دايركت مرة واحدة، لا انا قمت كده وخلصت اللي ورايا وعملت الغدا واتغدينا وقعدت مع الولاد برضو شوية علشان برضو ما يزهقوش من القعدة لوحدهم، لان انتوا عارفين ان المسؤولية كلها بتبقى على الام، الطفل كده لازم حابب ان الام تكون معاه في اي لحظة وفي اي وقت. وانا بجد انا مرعوبة من حوار ان يوسف يروح الحضانة، لانه يوسف بقى الفترة اللي فاتت دي متعلق بيا جامد جدا. يعني انا قلت اللي هيبقى متعلق بيا كده اللي هو يونس الصغير، لا يعني اخوه الكبير هو اللي بقى متعلق بيا، ولو ما شافنيش قدامه بيبهدل الدنيا. انا مش عارفة بجد هتعامل معاه ازاي او ان هو هيتعامل في الحضانة ازاي لما يروح. يعني لو انتوا ليكوا خبرة في الموضوع اللي انا بحكيه دوت يا ريت تفيدوني كده وتقولي اعمل ايه مع يوسف، لان هو بجد بقى بيشبط في اي حاجة كده وبقى زنان بطريقة فظيعة وحابب ان هو يشوفني كده في اي حتة انا موجودة، يعني هو موجود فيها لازم اكون انا كمان معاه. ربنا يبارك لي فيه هو واخوه. بس يا ريت تفيدوني في الكومنتات لان انا فعلا حرفيا مش عارفه اعمل ايه في حوار الحضانه دوت، وحاسه ان الموضوع بيقرب والموضوع حاساه هيبقى صعب عليا جدا لما اوديه الحضانه. يعني الله المستعان. زي ما انتوا شايفين كده طبعا انا بتكلم معاكم بس انتوا شايفين انا بعمل ايه. انا خلاص بقى لميت كده الكراكيب والدنيا اللي كانت كده في الأوضة وبدأت بقى ان انا اكنس كده ولميت الحاجات اللي طلعت منها ورجعت كده السجاد زي ما كان. قفلت كده الشباك ونزلت الستاير وزي ما انتوا شايفين ده الشكل النهائي للغرفة يا بنات. يا رب يكون الفيديو خفيف على قلبكم وينول اعجابكم. ما تنسونيش باللايك والكومنت والشير، اهم حاجة تصلوا على النبي في الكومنتات يا بنات عليه افضل الصلاة والسلام. بحبكم جدا يا احلى اخوات في الدنيا. تصبحوا على الف خير.